انا عايزة اختار الشخص اللي هيبقى شريك حياتي، محدش هيختارهولي، انا اللي اختار الشخص ده، ومحدش يقولي هتختاري كذا ولا تعملي كذا او اي حاجة. لا، انا اللي اقول انا هعمل ايه. قالت لي طب خلاص بقى اهدي بقى، وتاني مرة يا ستي ما تتكلميش بالطريقة دي، قولي لها لا كل شيء اسمه ونصيب والكلام ده، وخش على اوضتك وما تتكلميش معاها كده. قلت لها حاضر يا ماما ان شاء الله. طبعا انا كنت من جوايا متضايقة جدا وسكت، وانا طبعا ما كنتش عارفة اعمل ايه، لان الموضوع ده بقى مستمر دايما. كل شوية تيجي تقعد تقول ايه ده، هي مش موافقة لسه الكلام ده كله، ومحسساني اني انا كأني قطر الجواز فاتني ولا ايه. ما بقتش فاهمة لها اي حاجة، لحد ما بصراحة كده بدأت ان انا اعجب بشخص معايا في الكلية، وكان آخر سنة لي في الكلية. وطبعا أنا كنت معجبة جدا قوي بالشخص ده، وهو كمان اكتشفت ان هو بيبادلني نفس الشعور ده. وجي ساعتها قال لي بصراحة كده أنا معجب بيكي، وعايز ان انا اجي اطلب ايدك واتقدم لك، لو كده اجي اتقدم لك وكده ونتخطب. وطبعا انا خلاص يعتبر كلها شهر ولا حاجة والامتحانات هتبدأ وامتحن، وساعتها خلاص هنزل الشغل مع بابايا وكل حاجة هتبقى تمام. قلت له مش عارفة. قال لي بس فكري كده وبقوليلي. طبعا انا بيني وما بين نفسي عمالة افكر. طبعا انا عارفة دلوقتي في عقبة واقفالي، وهي خالتي وابنها، انها دايما عايزاني ان انا اتجوز من ابنها، وطبعا ممكن يغصبوا عليا في ده، وانا مش هقبل بكده ابدا. وخصوصا اني انا بابايا متوفي ومليش غير مامتي، ومامتي ست طيبة جدا لا بتعرف تهش ولا تنش، ودايما هما بيجوا عليها دايما، وهما للأسف وحشين جدا معاها. طبعا ما بقتش عارفة اعمل ايه، وبقى علي عمال يودي ويجيب، لحد ما قلت لا، هو انا هوقف حياتي بسببها؟ انا هروح اتكلم مع ماما واقول لها. كلمت مع ماما وقلت لها ماما انا في امر واحد اتنين تلاتة اربعة، وبصراحة انا معجبة بيه جدا وعايزة ان انا اتجوزه كده. قالت لي بس يا بنتي انتي عارفة ايه اللي حصل والكلام ده، وخالتك مش هتسكت، وخلانك وكلهم مش هيسكتوا، وهيقيموا عليا السبت والحد وكل حاجة. قلت لها يا ماما دي حياتي وانا اللي هختارها. قالت لي طيب ماشي انا موافقة، واللي يحصل يحصل بقى، اهم حاجة عندي سعادتك. جه خطيبي ده فعلا، وجه فعلا يتقدم لي، وطبعا